السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم كل ما هو مفيد وجديد. اليوم سوف يكون موضوعنا حول الاطلاع على وضعية السيارة، هل عليها حجز أم أن أمورها تمام. إذا ندخل إلى جوجل، نكتب خدمات نارسا اطلاع على وضعية السيارة أو حجز السيارة، نرج إلى الموقع الذي ستجدون رابطه أسفل الفيديو في التعليقات. إذا ندخل كما هو موضح، هذا هو الرابط. ندخل سوف نقوم بإدخال ترقيم السيارة. نختار أولا فيكيل، رمورك وفيكيل، نختار فيكيل، ثم ندخل ترقيم السيارة. بطبيعة الحال أنا قمت إخفاء الترقيم. ترقيم السيارة. بطبيعة الحال نختار كما هو موجود في البطاقة الرمادية، ترقيم السيارة، ثم نضغط Je ne suis pas un robot، أنا لست روبو. إذا كنتم تختارون العربية، نحاول. في بعض المرات تكون بعض الإشكاليات في الموقع. إذا أدخلت رقم الترقيم، أنا لست روبو. ثم لاحظوا الآن فقد ظهرت النتيجة، هذه السيارة عليها حجز. صاحب هذه السيارة لم يؤدي للدولة ضرائب، فقامت بحجز السيارة، قامت بحجز الممتلكات من بين السيارة. لا يستطيع بيع هذه السيارة لأن عليها حجز. إذا كما تلاحظون، إذا هكذا إذا كان عليه حجز تظهر هكذا هذه العلامة الحمراء ووي، تظهر مكتوبة وي لأن عليها حجز، وهذه العلامة الحمراء. ثم سوف نجرب سيارة أخرى بطبيعة الحال ليس عليها حجز، وستلاحظون بأن الرسالة التي ستظهر هي مختلفة. إذا هنا كنا نحاول نتأكد. إذا نقوم باكتياليزي كما تلاحظون. سوف نجرب سيارة أخرى. إذا هذا الموقع مهم جدا للناس الذين يريدون أن يشتروا سيارة حتى لا يقعوا في مشاكل. ما عليك إلا أن تدخل ترقيمها وترى النتيجة بنفسك. إذا هذه السيارة عليها حجز كما تلاحظون. سوف نجرب سيارة أخرى. إذا هذا الموقع مفيد ومهم جدا للاطلاع على وضعية سياراتنا. أه؟ وكذلك إذا أردنا شراء سيارة جديدة أو مساعدة صديق يريد سيارة جديدة، ترسل إليه الفيديو حتى يتمكن من الاطلاع على وضعية السيارة. إذا ندخل الآن، نقوم بإدخال ترقيم سيارة أخرى كما تلاحظون. بطبيعة الحال قمنا بإخفاء الترقيم، البحث، وكما تلاحظون هذه السيارة أمورها جيدة ولا حز عليها، لا حز عليها. وتظهر لنا العلامة الخضراء وكلمة نو، يعني لا يوجد حجز. إذا هكذا هو الموقع، يعمل الموقع هكذا. وبكل سلاسة، بكل سلاسة نعيد تجريب السيارة الأخرى التي عليها حجز، ونرى فقط من أجل التأكد أن النتيجة مختلفة. هنا تظهر هنا كانت تظهر حمراء، لاحظوا تظهر حمراء وعليها حز كلمة وي، يعني هذه السيارة عليها حز ولا يستطيع صاحبها أن يبيعها. إذا تلافيا لكل الأمور التي قد تواجهكم، ضغطة بسيطة أو وقت قليل من وقتك، أقل من دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق على الأكثر، حتى تتمكن من معرفة وضعية
السيارة التي تريد أن تشتريها أو سيارتك أو سيارة أو تساعد زميل في الاطلاع على وضعية سيارته. هناك عدد من المواطنين لا تتوفر لهم هذه التقنية. إذن هذا كل شيء وشكرا لكم.